السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أبناء الطلاب في الصف الأول الثانوي، تعالوا مع بعض نشوف محتوى كتاب جم الأضواء للصف الأول الثانوي. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الكتاب جاي عبارة عن كتابين، كتاب الشرح الأساسي ومعاه القصة The Old Man and the Sea، والكتاب التاني عبارة عن Skills and Final ريفيجن. تعالوا نبدأ مع بعض بكتاب السكيلز اند فاينل ريفيجن، نبدأ نشوفه وبعد ما نخلصه هنشوف كتاب الشرح الأساسي. بنفتح الكتاب مع بعض. الكتاب عبارة عن بارت 1 في السكيلز، سواء reading comprehension قطع الفهم أو writing كتابة أو translation. البارت 2 عبارة عن general revision، مراجعة على الوحدات الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة مع بعض، والقصة كمان. وبارت 3 عبارة عن final guide models، طيب نماذج امتحانية أو إرشادية النهائية. طيب تعالوا كده نبدأ نشوف بارت 1. قلنا السكيلز، تعالوا كده جايب هنا شرح قطع الفهم وانواع الاسئله بتاعتها، وجايب امثله على قطع الفهم علشان نتدرب على حلها. طيب هو جايب طبعا كذا فقره علشان نتدرب على حل قطع الفهم. طيب بعد كده بيبدا يجيب لي جزئيه الرايتنج وبدا يشرحه اهو. طيب بعد ما بيخلص كل ده عشان تبقى جزئية الكتابة اهو، انماط الجمل وانواع الجمل وعلامات الترقيم والفقرة في الباراجراف. طيب تعالوا كده نكمل. كمان متناول الإساي او المقال، تناول كمان البريد الإلكتروني الرسمي والغير رسمي. بيتناول كمان أمثلة على الإساي على المقال. كمان جايب تحت اهو ايميلز. طيب بعد كده بدأ يكلمنا عن الترانزليشن الترجمة، وجايب طرق الترجمة وازاي بنعمل الترجمة. وكمان جايب هنا ترجمة من عربي لإنجليش اهو. طيب وجايب لنا كمان ازاي بنبدأ الأساس اللي بنترجم من خلالها. طيب وجايب كمان إرشادات هتساعدنا في حل أسئلة الترجمة وتدريبات بقى على الترجمة. كل دي تدريبات على جزئية الترانسليشن. بعد كده بدأ في بارت 2 جنرال ريفيجن، ده بقى اللي هو بيبقى خاص بالمنهج. جايب لي بقى ده يونت 1 اهو، الكلمات اللي عليه مهمة، ويونت 2 هكذا بقى الايتمز المفاهيم والاكسبريشنز التعبيرات، كل دي جايبها لي بالخاصة بالوحدة الأولى. وبعدين جايب لي كمان النوت اللي خاصة بيها، دي بتبقى مهمة قوي برضو اهو زي ما انتم شايفين اهي النوتس اهي. طيب بعد كده بدأ يجيب لي تدريبات على جزئية الفوكاب، كلمات الخاصة بيونت 1، وبعدين برضو اهو يونت 2، وبعدين بدأ يجيب لي على جزئية الجرامر او اللانجوج، قواعد على الوحدة الأولى اهو. جايبها بشكل بقى ملخص، بيلخص لنا الشرح اللي شرحه في كتاب الشرح. طب عندي برضو يونت 2، وبعدين بدأ يجيب أسئلة على القواعد اللي في الوحدة الأولى والثانية اهو. وبعدين برضه اهو الكوريكت ميستيك، فاند كوريكت ميستيك، وجد الخطأ. وبعدين بدأ يجيب لي هنا تدريب بقى على أسئلة المهارات. وبعدين بدأ يجيب كمان أسئلة كمان على الوحدة الأولى والثانية اهو، زي امتحان شامل كده. وبعدين دخل بعد كده على الوحدتين الثالثة والرابعة برضو بنفس الطريقة، كلمات وبعدين المفاهيم والتعبيرات، لغاية لما يجيب في الآخر أسئلة عليهم زي ما عمل في الوحدتين الأولى والثانية. برضو هيبقى نفس الكلام في الوحدتين الخامسة والستة. بعد ما وصل بنفس الطريقة لغاية الوحدتين الخامسة والستة مع بعض، بدأ يتكلم على الستوري ذا اولد مان اند ذا سي، جاب الفوكاب بتاعتها، وبعدين هنا الملخص سمري اهو. وبعدين بدأ يجيب بعد كده أسئلة تدريبات factual questions، أسئلة واقعية، وبعدين critical thinking، أسئلة نقدية. خلاص دخل بعد كده في final guiding models، ده الجزء الثالث. امتحانات بقى، تعالوا نشوف كام امتحان.
كمان جايب للازهر اهو، بس لما نشوف اول كام امتحان مع بعض. 10 نموذج الامتحان، وكمان منساش الازهر جايب لهم نموذج للازهر. طيب تعالوا بقى نشوف، احنا كده اخدنا مع بعض جولة في الكتاب بتاع السكيلز اهو، سكيلز اند فاينل ريفيجن. تعالوا بقى نشوف الجولة بتاعتنا في كتاب الشرح اللي هو الكتاب الاساسي بتاع الشرح. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، كده نفتح الكتاب ونشوف اول حاجة نظام المحتوى بتاعه عامل ايه. تعالوا كده نشوف المحتوى بتاعنا. عندنا 6 وحدات، عندنا 6 وحدات اهو، 1 2 3 و 4 5 6، وبعدين كمان عندنا الستوري فيها كام شابتر برضو، 6 شابترز، 6 فصول. طب تعالوا نشوف العرض للوحدة الأولى عامل ازاي. ده جايب لي هنا، جايب لي يونت 1 وبعدين يونت 2 وبعدين اكسرسايزز على الوحدة الأولى والثانية. طيب أول حاجة هنا بيكلمني عن يونت 1 Egypt's Heritage، الموروث المصري، ويبدأ هنا يتكلم. جايب لي هنا الكلمات اهو، وبعدين عمل لي جزئية تشيك بوينت على جزئية الكلمات اللي عرضها، وبعدين جاب بقية المصطلحات والتعبيرات، وجاب اهو الديفينيشنز كمان التعريفات. بعدين بدأ يتكلم على جاب جزئية الريدنج تكست والليسننج تكست اهي برضو، خصوص الاستماع برضو اهي، وجاب الكلمات المهمة النوتس اهي، نوتس اون فوكاب، وجاب بعد كده برضو اسئلة عليها اهو زي ما انتم شايفين معايا. طيب وجاب بقى بعد كده كلمات، اسئلة كلمات اهي، وبدأ يتكلم على القاعدة اللي موجودة في الوحدة جابها، وجاب جزئية تشيك بوينت اهي. تشيك بوينت دي يعني اسئلة سريعة على جزئية صغيرة من الدرس نفسه. طيب برضو كمل عرض للزمن الماضي، وجاب بعد كده اسئلة على كل جزئية بيعرضها زي ما انتم شايفين كده، اللي هي جزئية التشيك بوينت دي. ولما يعرض حاجة يجيب عليها اسئلة تشيك بوينت، وبعدين جاب اسئلة على الجرامر ككل بقى اهو، وبعدين على الدرسين الاول والتاني اسئلة على الدرسين الاول والتاني. طبعا اسئلة بتتقسم للفوكاب كلمات ولانجوج اللي هي قواعد. وبعدين بدأ يدخل على الجزء التاني اللي هما الدرسين التالت والرابع، برضو عرضهم بنفس الطريقة. كل ما يشرح كلمات او حاجة يجيب عليها ايه التشيك بوينت، وبرضو لما بيشرح جزئية جرامر او قواعد بيجيب عليها جزئية تشيك بوينت. بعد كده بدأ برضو يجيب اسئلة على الكلمات اهو، وعرض برضو جزئية الجرامر، وجاب برضو على كل جزئية تشيك بوينت اهو. بعدين عرض اسئلة الجرامر كلها اهي، وجاب بعد كده على الدرسين دول كانوا الدرسين التالت والرابع، برضو هيعمل زي ما عمل في الدرسين الاول والثاني، جاب اهو اسئلة على الفوكاب وعلى اللانجوج. طيب الجزء الثالث بدأ يتكلم على السكيلز المهارات، جاب برضو اسئلة على المهارات اهو، جاب قطعتين فهم او اكتر من قطعة فهم، وبعدين جاب الترانسليشن الترجمة، وجزئية هنا الرايتنج، وبعدين enrich your vocabulary بيديك كلمات زيادة للي عايز يحفظ اكتر كلمات اكتر. طيب بعد كده بدأ يجيب اسئلة على اليونت 1 ككل، وكمان جاب للازهر اسئلة على الوحدة الاولى ككل، وعمل امتحان شامل بقى على الوحدة كلها. طيب بعد ما خلص كده بدأ يجيب لنا بقى الوحدة التانية. طب تعالوا بقى نبص على اخر الكتاب، هو كده ماشي بقى بكده بنفس النظام ده في كل الوحدات. تعالوا نبص على اخر الكتاب نظامه ايه. في اخر الكتاب القصة طبعا بتبقى موجودة اهو زي ما انتم شايفين. القصة هنا متناول لي فيها ايه، انترودكشن، مقدمة، سمري، ملخص، شابتر، تكست، نصوص الفصول، واكسرسايز، تدريبات كمان عليها. بدأ هبي يجيب لي هنا المقدمة عن الكاتب، وبعدين القصة، وبعدين الشخصيات، بدأ يسرد لي الشخصيات، وبعدين بدأ هنا المواضيع الأفكار يعني بتاعت القصة، وبعدين بدأ يتكلم على ملخص عن الحدوتة، وبعدين تناول بعد كده هنا الشابتر 1 الفصل الأول من القصة، جاب الكلمات المهمة اللي فيه والتعبيرات، وبعدين هنا المعاني بتاعت التعبيرات اللي موجودة في الفصل، وبعدين جاب هنا ملخص في النقاط بتاع الفصل الأول، وبعدين جاب هنا النص نفسه أهو، ده النص في الفصل الأول، وبعدين جاب أسئلة اهي متجاوبة، أسئلة بإجابة، وبعدين بدأ يجيب هنا أسئلة بس من غير إجابة،
وبعدين بدأ كده خلص وجاب الأسئلة الكريتيكال، بدأ يدخل في الفصل اللي بعده. في آخر الكتاب خالص جايب جزئية الديكشنري القاموس، ودي كلمات اللي وردت بقطع الفهم وأسئلة الترجمة الخاصة بكل وحدة، الوحدة الأولى والتانية والتالتة والرابعة والخامسة والستة. طيب بكده نكون وصلنا لآخر فيديو بتاعنا، عرضنا لكم كتاب الصف الأول الثانوي من جيم الأضواء. دمتم في أمان الله.